النهارده هنعمل غدا مختلف من الاسكالوب البقري او البفتيك زي ما بنقول عليه. هنعمله بفتيك محشي زي الاوزي بالظبط. هو اتعمل قبل كده بس اتعمل كرول. اول مره متهيألي يتعمل كاوزي او الشكل الدائري ده. طبق لذيذ ومختلف عن التقليدي، وهنقدم جنبه شويه خضار، ومش محتاجين اكتر من كده لانه محشي رز ولحمه وخضار، يعني طبق متكامل. تمام، شايفين شكله حلو ازاي؟ واللحمه طبعا البفتيك ما بياخدش او الاسكالوب ما بياخدش سوا كتير في الفرن. تمام، والرز كان خطير، كنت عاملاه بالزبيب والقرفه، كان طعمه خطير. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم باذن الله. شايفين الشكل تحفه والطعم كان حكايه. يلا بينا نبدا، بس قبل ما نبدا انا بقى من مطبخ المهندسه، واذا عجبكم الفيديو ان شاء الله ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه. اتفضلوا معانا، غدا سريع ولذيذ في نفس الوقت وحاجه جديده. يلا بينا نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم. عندي هنا كام شريحه من عندي كام شريحة من الاسكالوب او حسب عدد افراد اسرتك يعني. تمام، هبشر عليهم ليمونة، هاخد البشر الاصفر القشرة الصفراء، وبعد كده هعصر الليمونة على على الاسكالوب. طبعا بشيل البذر عشان ما يقعش في الخليط. وبعد كده هحط زيت زيتون او زيت نباتي اللي يعجبكم، وتحط كمية كبيرة. تمام، وابتدي نتبلها بالحبهان والبابريكا، الحبهان والثوم الباودر والبصل باودر والزنجبيل، وشويه فلفل وشويه كمون وشويه فلفل. تمام، تبلناها كويس كده. حسيت ان هي محتاجه شويه زيت، حطيت لها شويه زيت، وحطيت بصل باودر وثوم باودر. تمام، ابتدي بقى نعمل الرز. قطعت بصلايه صغيره وعليها حته زبده شوحت البصلايه شويه كده، وبعد كده نزلت عليها بربع كوبايه رز. دي الكميه اللي انا عايزاها، وتبلتها بالملح والفلفل والقرفه وشويه زبيب وشويه كبابه صيني. تمام، وزودتها ميه وهنسوي الرز 3/4 سوا. استوى الرز، ابتدي بقى نشكل الاوزي بتاعنا او الاسكالوب بتاعنا. جبت طبق، وشريحه الاسكالوب لقيتها كبيره او طويله، قصيتها على جزئين وحطيتها في الطبق، وبعد كده حشيتها بالرز بتاعنا، وغطيتها كويس وقلبتها زي الاوزي تماما. هرصها في صينيه مدهونه زيت واكمل الباقي. اعمل معاكم واحده كمان. شايفين الاسكالوب هي قطعه طويله، فابتديت اقصها زي ما قلت لكم. لو مربعه مش محتاجين نقصها، معلش بقى على البهدله اللي على الرخامه دي. ونصيحه، لما تيجي تحشي الاوزي او تحشي الاسكالوب ما تملهوش قوي زي الحمام، زي اي حاجه بنحشيها رز، لان هتفتح معاكي لو اتحشت زياده عن اللزوم بتفتح معاكي. تمام، حصلت معايا وفتحت معايا. رصيتهم كلهم في الصينيه، وحضرت خضار مشكل زي الجزر والكوسه والبطاطس، وتبلتهم بالملح والفلفل والبابريكا والزعتر وشويه زيت. تمام، وقلبتهم كلهم كده، وهرصهم حوالين الاوزي او حوالين الاسكالوب. بس قبل ما ارصهم هعمل الصوص. معلقه صلصه كبيره، وعليهم معلقه مرقه فوريه، وحوالي نص كوبايه ميه مغليه، وابتدي اسقي الاوزي كده بالصوص ده. تبلته طبعا بالملح والفلفل، ورصيت بقى الخضار حوالين الاوزي كده. ما رضيتش ارص الخضار الاول عشان لو صبيت عليه الصوص التتبيله كلها تنزل من عليه مع الخضار. وغطيته بورقه فويل ودخلته الفرن. هياخد حوالي نص ساعه تقريبا. قبل النص ساعه ب5 دقايق هشيل الورق عشان يتحمر الشكل او يتحمر الوش. وشايفين الطبق خلص معانا اهو. جربوه ان شاء الله يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.